نلتقي اليوم لنكشف لكم عن الملحمة الكروية الكبرى والمباراة التاريخية المرتقبة، والتي تجمع بين عملاقي الكرة بطل القارة الأوروبية البلوغرانا نادي برشلونة الإسباني، والمارد الأحمر النادي الأهلي المصري بطل القارة الإفريقية، وذلك في إطار المواجهات الودية التحضيرية الكبرى من أجل الاستعداد التام لمنافسات الموسم الكروي الجديد لعام 2026 و2027. ولكن قبل أن نتعرف معا على التفاصيل الكاملة للمباراة وموعد الانطلاق والقنوات الناقلة، شاركونا توقعاتكم الساخنة بداخل التعليقات. من يكون الفائز في هذه المواجهة النارية ويخطف اللقب الغالي؟ ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو وتزيين التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المواجهة القادمة للمارد الأحمر النادي الأهلي أمام البلوغرانا برشلونة ستكون في نهائي بطولة كأس خوان غامبر الودية التحضيرية الشهيرة، حيث ستقام أحداث هذه المعركة الكروية على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو الأسطوري في إقليم كاتالونيا. وبخصوص القنوات الناقلة، فستنقل المباراة عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة في إسبانيا، والقناة الرسمية للفريق الكتالوني على منصة اليوتيوب، ومن المحتمل بقوة أن تنقلها أيضا قناة النادي الأهلي الرسمية، بالإضافة إلى شبكة قنوات بين سبورتس القطرية وقنوات SSCT في الرياضية في المملكة العربية السعودية بسلام وتأمين تام. وتحدد توقيت المباراة مساء يوم الأربعاء الموافق ل19 من شهر أغسطس لعام 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8 مساء بتوقيت السودان، 9 مساء بالتمام والكمال بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والأردن والعراق. يذكر أن بعثة النادي الأهلي ستنطلق إلى الأراضي الإسبانية فور الانتهاء من المعسكر التحضيري المحلي المقام بداخل مصر، حيث تواجه الأهلي سابقا أمام نادي النصر القاهري وانتصر ب5 أهداف مقابل هدف وحيد، وسيتواجه في الفترة القادمة أمام فريق لا فيينا ثم بترول أسيوط قبل السفر لمواجهة نادي جيرونا ونادي إسبانيول، ليختتم مشواره في إسبانيا بالقمة الكبرى أمام برشلونة. وفي المقابل يقيم نادي برشلونة معسكرا تحضيريا في الأراضي الإنجليزية، حيث يواجه فريق بيرمنغهام ثم نوتنغهام فورست بعد أن انتصر سابقا على فريق يوروبا الإسباني ب4 أهداف مقابل هدف. في النهاية جددوا توقعاتكم في التعليقات. من سيخطف نهائي كأس خوان غامبر؟ نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. ابقوا في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.